صباح الخير. موسم طبعا الجوافة طلعت، الأمورة دي الجوافة الحلوة طلعت، وكمان عندنا الرمان. هنعمل عصير جوافة بالرمان كأنك قاعدة عند بتاع العصير، في منتهى الجمال، سهلة وسريعة وبسرعة. أول حاجة عندنا لبن بودرة، هناخد منه معلقة، وعندنا دي معلقة آيس كريم بودر، يعني الايس كريم اللي بيتباع. انا بجيب الكيس بعمل منه كذا كذا وصفه، يعني بعمل منها في العصير، في الرز بلبن، في المهلبيه، باخد معالق كده زي ما انتم شايفين. عندنا نص كوبايه سكر، طبعا السكر حسب الرغبه. خلاص اهو شايفين الكيس، انا كمان اهو خدت منه خلاص، وبقفله كده بالمشبك وبشيل اللي هو الايس كريم ده بنكهه الفانيليا. طبعا النكهه دي انت تحبيها باي نكهه تعجبك، بس هو المناسب للجوافه. اول حاجه هنعملها وعندنا ليمونه، عشان ايه؟ الجوافه دي تفضل بيضه، مش هتسمر، هتفضل بيضه زي ما كانك لسه عاملاها. هنمسك الجوافه وننضفها، وهناخد اللحم بس، مش ملناش دعوه بالبذر. لو جت معاكي بذره ولا حاجه، احنا في الاخر كده كده بنصفيها برضو. دول حوالي نص كيلو جوافه، تمام. هنعصر عليهم الليمونه، هنعصر عليهم الليمونه دي زي ما قلت لكم. الليمون هو يخليها مش هتسمر ابدا، ان شاء الله تقعد اسبوع في التلاجة، والله ما هيجرى لها اي حاجه. جربوها وبطريقتي انا، لما بعمل وصفه بجربها ببيتي الاول، لو فيها حاجه بقول بالامانه هي فيها ايه. هنيجي بقى للخلاط اهو، هنحط فيه الجوافه اللي عليها الليمون، هنحط كمان السكر، ادي السكر، هنحط معلقه الايس كريم البودر، خد معلش شويه دول، وهناخد معلقه لبن بودره، معلقه اهي، مش فيش اكتر من كده. وهنحط بقى ايه؟ ميه، لتر ميه، تمام. وادي لتر الميه هنحطه وهنضربهم، وارجع لكم تاني، اضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني. هنا انا ضربت الجوافه اهي في الخلاط. مش هقول لكم بقى الريحه في منتهى الجمال، بس بصوا لازم اصفيها، بصفيها عشان ابقى ضامنه ان هي يعني ما فيهاش اي حاجه، ولا بذره ولا اي حاجه، في منتهى السهوله. طبعا هنا الرمان اهو محطوط، طبعا الرمان مش محتاج يتعرف هو بيتعمل ازاي، بيتفصص يعني. هنبتدي نحط عليه الجوافه في منتهى الجمال، والله جربوها، لازم تجربوها لانها هتعجبكم جدا، انا متاكده احسن من اللي بتشربوها بره والله يعني، وانضف. انت ضامنه الجوافه انت عاملاها ازاي. ومعلقه الايس كريم دي مش هقول لكم على جمالها، بتخلي للعصير طعم مش هقول لكم يعني، في منتهى الجمال والله. حقيقي يعني اي حاجه في البيت تعمليها انت بتسعدي اصلا بيها وانت بتعمليها، والاولاد برضو بيفرحوا بيها، وبيبقوا فرحانين ان انت عامله لهم حاجه جديده. لو اول مره تخشي عندي اوعي تنسيني في اللايك والمتابعه. وادي عصير الجوافه بالرمان في منتهى الجمال، سهل وسريع ومش هتبطلي تعمليه. لو اول مره تخشي عندي اوعي تنسيني في المتابعه. اما المتابعين القمر بتوعي اوعوا تنسوني في لايك وتعليق جميل منكم. نورتوني وشكرا على المشاهده. احنا بنعمل حاجات حلوه كتير هنا. سلام.